أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وكلام في الأفلام، والنهاردة معانا فيلم ضي أو سيرة أهل الضي بطولة أسيل عمران وبدر محمد، إسلام مبارك وحنين سعيد. الجلابية البيضة ما بتلكش عليا، شكلي فابي وجاي عامل زي العفاريت. الفيلم بيتكلم عن قصة ضي، الطفل اللي صوته حلو جدا ولكن ألبينو عدو الشمس، وده مش بس بيسبب له مشاكل كتير لأن جسمه ما بيستحملش الشمس، لا ده كمان بيخلي زمايله يتنمروا عليه ويضربوه في أوقات كتير، وده بيخلي مامته تقرر إن هي ما تخرجوش من البيت تاني. فهل ده هيقف في طريق حلمه ولا لأ؟ وطبعا عشان انت عارف إجابة السؤال ده شيء مش هيوقفه، فده بيقودنا في رحلة مليئة بالمغامرات المثيرة جدا. انت بتحبنا اكتر ولا قبل صابرين؟ هي دي العربية اللي هنروح بيها مصر؟ كان ايه اللي وجعني مع العيلة دي يا ربي؟ طيب كل أبطال الفيلم ده ما فيهمش حد نجم شباك، فإيه اللي يخلي الفيلم ده مثير للاهتمام؟ الحقيقة حاجات كتير جدا. الفيلم ده رحلة مليانة مغامرات ودراما وكوميديا وكل ده ممزوج مع بعضه في صورة مثيرة للاهتمام جدا وملهمة لأقصى الحدود. الفيلم فيه مشاهد درامية بحتة وفيه مشاهد كوميدية بحتة وفيه مشاهد مغامرة وفيه مشاهد تخليك متأثر 100%. الفيلم فيه كل حاجة حرفيا. طيب تعالى ناخد الإيجابيات واحدة واحدة عشان أنا حبيت الفيلم ده جدا. نبدأ بالمشاعر. الفيلم فيه مشاعر متنوعة جدا، مشاعر مؤثرة 100%، مشاعر مبهرة، مشاعر ملهمة، مشاعر تخليك تقعد مع نفسك وتفكر في حاجات كتير جدا. الفيلم بيتكلم عن الأمل، عن الحلم، بيتكلم عن التصالح، عن الخوف، بيتكلم عن حاجات كتير جدا احنا بنخاف نتطرق لها، بنخاف نتكلم في الحاجات اللي مش قادرين نتصالح معاها، بنخاف نتكلم عن خوفنا، بنخاف نتكلم عن حاجات كتير جدا مهمة وحاجات كتير جدا اتكلمنا عنها أخيرا في فيلم زي ده. الفيلم بيتكلم عن حاجات زي الغيرة، التقدير، الدعم، حاجات كتير جدا دراميا تقيلة لأقصى حد، وفي نفس الوقت الفيلم فيه كوميديا حلوة جدا. لا حدة الدراما زادت عن حدها لدرجة تخليك تتقبض من الفيلم، ولا حدة الكوميديا زادت لدرجة تخليك تجزع وما تبصش للجانب الجد اللي فيه. كل ده متوازن بطريقة حلوة جدا. تتجرب يخسر شكل النوع لأنه عدو الشمس. الله عليك يا بيضة. خليط الكوميديا مع الدراما مع مزيكة محمد منير اللي مالية الفيلم حرفيا مخلية الفيلم ده رحلة ممتعة جدا، رحلة أتمنى أخدها كل 5 6 أيام مثلا. الفيلم ده ممتع لأقصى حد، مؤثر لأقصى حد، كوميدي لأقصى حد. احنا في لحظات كتير جدا كنا متأثرين 100%، في لحظات كتير جدا السينما كلها بتضحك مع بعض. بقالي كتير جدا ما شفتش السينك بتاع الضحكة الواحدة، ان كلنا بنضحك في وقت واحد، مفيش حد بيضحك على ضحكة حد. الفيلم ده كل الناس بتضحك حقيقي، محدش بيضحك على ضحكة حد تاني. الفيلم فيه كل الحاجات المؤثرة اللي في الدنيا وفيه كل الحاجات المضحكة في الدنيا في وقت واحد. تجربة ممتعة 100%. التصوير في الفيلم ده ممتع جدا، انت عندك كادرات خرافية، كادرات نهار، كادرات ليل، عندك كادرات مثيرة جدا للاهتمام، كادرات حلوة، كادرات تلمسك، كادرات تخليك تفكر كتير جدا في كل الرسائل اللي بتتقال في الفيلم ده. الضلمة ما بتعرفش تخبيك يا ضي. شوفي بقى لو شوية نور كتير جم عليا من بتوع الاستوديو هيحصل ايه؟ من اكتر الحاجات اللي حبيتها في الفيلم فكرة واقعية الدعم، الدعم بتاع العيلة تحديدا، الدعم اللي ما جاش بالسهل، جيب اقناع وجيب اجتهاد كتير جدا عشان العيلة تبتدي تدعمك. فحبيت الجزء ده جدا، حبيت ان كل حد بيدعم بطريقته، ممكن في الاول يبقى مش مقتنع ولكن بعد كده اما بيلاقي فعلا حماسك بيضطر يساندك. حبيت الموضوع ده جدا. نيجي للتمثيل. التمثيل بتاع كل الكاست حلو جدا 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 جدا. انت عندك أسيل عمران عامله دور حلو جدا، عندك حنين سعيد عامله دور حلو جدا، خفيفه جدا، ازاي بتمشي على الدراما وعلى الكوميديا في وقت واحد بطريقه سلسه. حاجه رهيبه جدا، من اخف الشخصيات في الفيلم وهي حلقه الوصل ما بين كل الشخصيات تقريبا. عندك بدر محمد وهو عامل الدور حلو جدا، عامل حد عنده شغف فعلا، عامل حد عنده شخصية مثيرة للاهتمام، شخصية نيرد بس نيرد مش نيرد قوي، حاجة كده ما شفناهاش كتير. وطبعا نيجي لأحسن أداء تمثيلي في الفيلم كله، إسلام مبارك اللي عاملة دور ضي. الشخصية دي فيها ليرز وطبقات كتير جدا، الشخصية عندها كل حاجة، عندها جانب الكوميديا، عندها جانب الدراما، وجانب الدراما تقيل جدا، عندها اللسان اللاذع اللي يخليك مش متوقع الست دي هتقول ايه، بس كل اللي هتقوله هيطلع من قلبها فعلا. ودي حاجة مش سهلة انك انت تقول كلام لاذع بس طالع من القلب، دي حاجة عظيمة.
عندك مشاهد درامية كاملة من الشخصية دي حلوة جدًا، عندك حاجات كتير حلوة، الشخصية دي وهي واقفة بس في الخلفية أنت شايف منها مشاعر، أداء تمثيلي عظيم. فاكر حد جرب لي هرميه. غير جولدك يا زينب. نيجي بقى لضيوف الشرف. الفيلم مليان ضيوف شرف، لأ هو مليان ضيوف شرف، أنت مش مدرك. الفيلم فيه ضيوف شرف كتير ظهروا في الإعلان، ومع ذلك في كتير ما ظهروش في الإعلان ظهروا في الفيلم. الفيلم فيه كمية ضيوف شرف كتير جدًا، وكلهم أدائهم عظيم، كلهم جايين لهدف. حتى الشخصيات اللي دورها صغير هم جايين عشان يشاركوا في فيلم زي ده، جايين عشان يدعموا الناس اللي في الفيلم ده. فيلم فعلًا الناس بتشارك فيه مش عشان يبقوا شاركوا وقالوا إفيهين وخلاص، عشان يبقوا شاركوا في فيلم فعلًا حلو. أنا حتى لو هاعمل مشهد في فيلم زي ده، أنا أحب أعمل مشهد في فيلم زي ده. أنت عندك ناس زي أحمد حلمي، ناس زي صبري فواز عامل دور حلو جدًا، 3 مشاهد، بس دور ما يتعملش من أي ممثل، محتاج صبري فواز. عندك دور ما يتعملش غير من أحمد حلمي، مشهد واحد بس ما يتعملش غير من أحمد حلمي. عندك محمد ممدوح عامل دور كوميديا السنين، ما يتعملش غير من محمد ممدوح. كل واحد من دول جاي في مشهد أو 2، بس جاي في مشهد أو 2 محتاجينه، مشهد أو 2 يدعم الناس دي. حاجة عظيمة 100%. بس ما كلموش المطافي ليه؟ جاهز؟ ليه؟ تقابل جمهورك. وطالما جبنا سيرة ضيوف الشرف، نيجي لواحد بس ده عايزين ناخده على رواقك، محمد منير. محمد منير بالنسبة لي هو مصر، هو كل حاجة بتتكلم عن الأمل والحياة الغير تقليدية، وإنك أنت تبقى عكس التيار، وإنك أنت تبقى مثير للاهتمام، وإنك أنت تبقى ملهم. كل ده بالنسبة لي ظهور محمد منير بيمثله. محمد منير أما بيظهر بس أما ما فتحش بقه هو بيتكلم عن كل ده، محاربة التقليدية، بيتكلم عن إثبات الذات، بيتكلم عن كل ده وهو ثابت. فكونك تجيب محمد منير ويعمل أغنية عظيمة زي كده، تضيف مزيكة محمد منير في كل الفيلم، كل الأغاني اللي بنتكلم عنها أغاني محمد منير، كل المواقف اللي بنخوضها مواقف فيها ريحة محمد منير، فيها أغنية محمد منير، فيها مزيكة محمد منير، كل حاجة بتنطق بمحمد منير. فيلم ليا، يعني بعيدًا عن أي حاجة، فيلم ليّا فأنا مبسوط جدًا، وفيلم مناسب لكل الناس. أنتم هتتبسطوا، أنا ما باقولش كده كنوع من أنواع السادية، بس هو الفيلم مناسب لكل الناس. بس أنا عشان باعشق محمد منير، فالفيلم بالنسبة لي ادّاني كل حاجة. مشهد محمد منير من أكتر المشاهد المؤثرة في الفيلم بالنسبة لي. أنا مشهد بجد هو عبارة عن حالة الوصول وأنت ما وصلتش، اللي هو أخيرًا أنت تم إدراكك، يعني الناس بقت عارفة إنك أنت موجود، سواء وصلت أو ما وصلتش، في ناس أدركت أخيرًا إنك أنت موجود، وده إحساس حلو جدًا. صابرين، انت جاي من الفوق مشي ولا ايه؟ ايوه جايين ماشي. خد يا 4 كتير يا ست الناس. نيجي للسلبيات، على عيني والله، بس مضطرين نيجي للسلبيات. نيجي للسلبية البديهية اللي أي حد شاف الإعلان هيفهم إن إحنا بنقابلها في قصة زي دي دايمًا. فكرة الشخصيات والصُدف الموائمة زيادة عن اللزوم، إنك أنت قابلت الشخص المناسب في الوقت المناسب، وده بنقابله كتير في قصص زي كده. ولكن السؤال اللي بيبقى دايمًا مطروح، هل أنت اديتني مكافأة على حساب الصدفة دي والّا لأ؟ الصُدف في الفيلم ده كانت 90% من الأوقات بتيجي بضيف شرف مثير للاهتمام، بتيجي بأحداث مثيرة للاهتمام، بتيجي بحدوتة حلوة، بتيجي بشخصيات فعلًا مؤثرة، بتيجي بمنطقية تخلّي كل الشخصيات تتصرف على طبيعتها، ما فيش أي تصنُّع، ما فيش أي حاجة خارجة عن سياقها، ما فيش تصرفات غير منطقية. السلبية التانية، البداية بطيئة نسبيًا، ممكن الناس اللي ما تبقاش حابة الأجواء بتاعة البداية، الأجواء النوبية العادية جدًا، الأجواء اللي فيها مزيكا، الأجواء اللي فيها صناعات يدوية، الأجواء اللي إحنا بنمهد لك فيها العالم اللي إحنا بنقدمه. ممكن الناس تشوف إن البداية بطيئة شوية، ولكن أنا كان بالنسبة لي الدنيا زي الفل. بس كفاية سلبيات كده، جينا على الفيلم بما فيه الكفاية. كده فيلم ممتع، الفيلم يستحق يتشاف، الفيلم لازم تشوفه في السينمات، الفيلم فيه كادرات عظيمة جدًا، الفيلم فيه مزيكا حلوة جدًا، الفيلم فيه ضحك محتاج تشوفه في صالة سينما، فيا ريت تدّي للفيلم فرصة. علينا من برنامج ذا فويس. ما عندناش عيال بيروحوا المكان. شرفتي. نعيش بطاقة، ما مش كل يوم هتشوف ابنك الجحش ده مبسوط. بس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تدوس لايك، اشترك في القناة وشغل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. اكتب لي إيه أكتر أغنية بتحبها لمحمد منير، وفر في الفيديوهات القديمة يمكن حاجة تعجبك. سلام.